ازيك يا دكتورة منى؟ ازيك يا بروفيسور جورج؟ حلقتنا النهارده اسمها ايه؟ اسمها فوق المية وتحت المية. فوق المية وتحت المية. ده تشبيه احنا استعملناه عشان نعبر للناس عن لما عقلي كله بيبقى متكامل وبيشتغل مع بعضه، بيبقى زي ما يكون الامور واضحه، زي ما يكون انا واقف فوق المية. والناس تانية بتسميها الهاي رود، فان انا واقف على طريق عالي، شايف الدنيا، حاسس بنفسي، وعي متكامل بافعالي، بسلوكي، بمشاعري، باحتياجات الاخرين. الدنيا واضحة قدامي. وتحت المية لما بكون انفعالي او مشاعري هي اللي سايقاني، وعقلي مش متكامل ومش بفكر بتوازن، والامور مش واضحه، زي بالظبط لو واحد تحت المية ما بيبقاش شايف مسافه بعيده، ما بيبقاش فاهم ابعاد الموقف، ممكن جدا يكون مش عارف هو فين وبيتصرف ازاي، مش سامع اللي بيحصل فوق المية، مش سامع. حتى حواسه محدوده جدا، محدودة، بس عايز يطلع من الغرق اللي هو فيه. وناس تانية بتسميها لو رود. دكتورة منى، اتكلمنا على فوق المية وتحت المية، وانا فوق المية على الهاي رود والدنيا منورة قدامي، مخي شغال ازاي؟ فاكر لما قلنا على بدائي وإداري؟ فاكر. احنا قلنا ان بدائي ببقى بشتغل اكتر بالجزء البدائي في عقلي اللي ليه علاقة بردود الافعال السريعة، وما بيكونش مرتب او منظم قوي، والهدف منه انه بس يخليني حي اعيش بيه. لكن فوق المية بيبقى العقل كله شغال، لان بيبقى الجزء الاداري متواصل مع الجزء البدائي، وعقلي كله بكل قدراته على التوازن والتفكير وحلول الامور، المفاضله ما بين الحاجات موجود. وزي ما قلنا قشرة المخ الإدارية بتكون حاضنة الأميجدلا اللي هي حارس بوابة المشاعر، والجسم كله، المخ كله بيكون متكامل حتى مع الجسم. ولما بكون بغرق تحت المية في اللو رود، عقلي شغال ازاي؟ عقلي شغال بمحدودية كبيرة جدا، زي ما قلنا مش قادرة أتواصل مع حواسي، مش قادرة أتواصل مع الجزء العاقل في عقلي، فمش قادرة أوازن الأمور، وبتبقى ردود أفعالي زي ما قلنا انفعالية مش تفاعلية. جميل. احنا عندنا حكاية حكاية هتبين ازاي بنخش تحت المية. اتفضل يا بروف. حكايتنا النهاردة بنت جميلة قوي اسمها ريم، عندها 7 سنين. مامتها اسمها وفاء. مامتها بتشتغل في بنك طول اليوم، شغلانة محتاجة أعصاب وتركيز. بترجع البيت هلكانة، بتاخد بالها كويس قوي من ريم. قضوا يوم حلو قوي، وماما جميلة قوي راحت كل مشاعر ريم وحضرت لها الأكل، وتفرجوا مع بعض وضحكوا. وفي الآخر جه وقت النوم بتاع ريم، وماما نفسها ريم تكمل اليوم حلو وتخش تنام في هدوء. ماما خدت ريم، خلتها تغسل سنانها، غسلت وشها، حكت لها حكاية، طبطبت عليها، قلت لها جود نايت، تصبحي على خير. طفت النور، طلعت من الأوضة. ماما قعدت على الكنبة بتقول الحمد لله اليوم تقريبا خلص، أنا أعمل كوباية شاي وأهدى، عندي كام إيميل في الشغل أبص عليهم، والحمد لله على كده. فيش 5 دقايق لقيت ريم طلع من الأوضة. قالت لها في إيه؟ قالت لها ماما أنا جعانة. قالت لها لا يا حبيبتي انت لسه واكلة. لا أنا عطشانة. لا ما فيش شرب دلوقتي، انت شربتي. طب ماما تعالي احكي لي حكاية تانية. قالت لها لا خلاص ماما أنا مش عايزة أنام دلوقتي. وفاء فاجأت نفسها بتصرف غريب هي ما كانتش متوقعة من نفسها. بدأت تصرف في بنتها، أنا زهقت بقى، أنا تعبانة، روحي السرير، ما اسمعش صوتك، تنامي على طول. البنت شافت مامتها بالطريقة دي، جريت على سريرها وهي بتبكي، وراحت جري على السرير مغطية راسها وبكت لغاية لما نامت معيطة. وفاء كمان كانت مزعلانة ومتضايقة واتفاجئت بتصرفها ده. تفتكر هي كانت عايزة تزعق؟ أكيد وفاء زي أمهات كتير وزي أبهات كتير بيقولوا أنا هدفي إن أنا أسعد أولادي. والغريب في المواقف اللي بنخش تحت المية في اللو رود، معظم الأهالي بيقولوا إحنا اتفاجئنا من تصرفنا، أنا مش عارف أنا صرفت كده إزاي. ودي من واحدة من الحاجات اللي أنا محتاجة الأب والأم يبدأوا يكونوا وعيهم ليها، لأن الحاجات دي بتتنقل من جيل لجيل لجيل لجيل. واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فكرة الإبيجيناتكس، أو إزاي التفاعلات اليومية بتحفز ظهور خصائص معينة حتى في شخصيتنا أو في طريقة استعمالنا للمشاعر وطريقة التعبير عنها.
ومنها هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة. وفاء لما دخلت في اللورو تحت المية كان في محفز، كان في تريجر. وهقول مفاجأة، التريجر مش بنتها، التريجر مش البنت طلعت من اوضتها ومش عايزة تنام. حتى لو وفاء قالت ان هي البنت هي استفزتني. الغريب جدا ان معظم الاهالي بيقولوا انا ما كنتش عايز اعمل كده بس طفلي استفزني. فكرتني بحد لسه شايفاه من كام يوم. هي جابت البنت، بنت جميلة جدا، هي الام نفسها بتقول المدرسة بتشكر جدا في اخلاقها، شايفين ان هي لطيفة وجميلة جدا، بتعمل كل حاجة على الوقت وبتسمع الكلام ومتعاونة جدا وبتعمل لهم كل حاجة هم عايزينها. بس في البيت شخصية مختلفة تماما. اشمعنى في البيت؟ ماما شايفة ان هي بتبقى قصد الضيقة، فبتحكي بتقول كل ما اطلب منها حاجة تعمل عكسها، لو سألتها على حاجة هتكذب عليا. فتفتكر المشكلة فين؟ في ان انا اخش تحت المية بالطريقة ديت، ان انا اشوف بنتي ضدي وبتعامل كل الناس كويس ما عدا انا. مشكلة عندي في الطفولة بتاعتي. لما بنتكلم على المحفز، التريجر اللي خلى وفاء تصرخ في بنتها وهي مش عايزة كده، احنا عارفين حاجات حصلت في الطفولة. المحفز بيستثير حاجات موجودة في الذاكرة الخفية، وممكن الذاكرة الخفية تبقى ظاهرة بعد شوية. وفاء للأسف مامتها كانت تعبانة، عندها مرض في القلب خلى حركتها ضعيفة وقدرتها ان هي تعتني بالبيت ضعيفة. باباها كان محبط بالعلاقة بينه وبين مراته، بس شاف وفاء رغم انها كانت طفلة هي المسؤولة تحل محل مامتها، هي اللي لازم تعمل كل حاجة، تخلي بالها من اخواتها، هي كانت الكبيرة، تخلي بالها ان البيت نظيف، ويمكن كمان ومن هي صغيرة علموها ازاي تطبخ شوية او تحضر اكل او تطلب اكل. فكل مرة حصل مشكلة في البيت بابا بص لوفاء شايف ان هي لازم تحل الموضوع. وفاء اتربى في دماغها ان حتى بنتها مفروض ما تجيب لهاش مشاكل، بنتها تحل مشاكلها مش تجيب لها مشاكل. التوقعات اتقلبت بسبب الطفولة. كلنا بنخش في الورود، كلنا بنلاقي نفسنا غرقانين تحت المية، وكلنا عندنا صدمات من الطفولة ومن الماضي، بس الشاطر فينا اللي يقدر يحط ايده عليها. هي دي النقطة، لان عادة بيبقى فيه زي مرحلة انتقالية ما بين المحفزات وما بين الغرق. ايه المرحلة الانتقالية دي؟ المرحلة الانتقالية دي بتبقى مرحلة ببدأ أنا فيها أفقد السيطرة، أو التكامل والتناسق ما بين المراكز المختلفة في العقل بيبدأ يقل بسبب غضب، بسبب حزن، بسبب حاجة حسية حصلت استثارت كل المشاعر ديت اللي ليها علاقة بذكرى قديمة. ممكن أنا أكون مش فاكرة الذكرى ديت، واحنا اتكلمنا اكتر من مرة عن الذاكرة المبطنة وازاي بتستدعي مشاعر ملهاش علاقة بالموقف اللي انا فيه دلوقتي، بس المشاعر دي بتبقى قوية وحاضرة قوي. المرحلة الانتقالية دي ممكن تحصل فجأة وممكن تحصل بالتدريج. انا بحس ان انا داخل في مرحلة انتقالية ولا لا؟ احيانا في ناس بيبقى عندها وعي وبتاخد بالها منها، وخصوصا لما تكون بالتدريج. واحيانا الناس تقول لك I switched، في حاجة حصلت، انا قلبت، هربت منه زي ما قلنا قبل كده زي ما انت قلت فليبت خلاص. فبيخش فجأة في الغرق من غير ما ياخد باله. والناس دي لما ده بيحصل معاها بنبدأ نقول لهم اكتبوا ايه التصرفات والمواقف بالتفصيل عشان تقدروا تدوروا على الأنماط. بالظبط. ايه المشترك ما بين ايه المشترك ما بين المواقف دي؟ ممكن تكون كلمة، ممكن يكون مكان، ممكن يكون حدث، ممكن تكون شخص. احساس بالفشل مثلا، ان هو البنت لما ما سمعتش الكلام اكتر من مرة بدأت الام تحس ان هو في باور ستراجل، هو انا مش مسموع كلامي ولا ايه، هو ازاي هي جايبالي مشاكل، او جارتي عيالها بيسمعوا كلامها وانا عيالي ما بيسمعوش كلامي، غلط فيا، انا مش عارفه اتصرف، انا مش نافعه. او كانت متخانقه مع مديرها الصبح، حتى مش شرط تكون ذكرى بعيده، ممكن تكون حاجه قريبه، ان الصبح كانت واحده قالت لها انت ما بتعرفيش تتصرفي. فانا دخلت في محفز، وبعدين مرحله انتقاليه، وبعدين بدات اغرق، مرحله الغرق تحت الميه اللي هي فيها ناس بتنفعل او بتندفع ناحيه حاجه مشاعرها هي اللي قالت لها عليها، زي انا محتاجه ازعق، او حتى ان انا اخش في اكتئاب شديد جدا وابدا
استغرق في ذكريات وافكار سلبيه، وامواج واقول من لنفسي المشاعر السلبيه. مفيش فايده، المستقبل اسود، انا ما بعرفش اعمل حاجه. ده برضو نوع من انواع الغرق. طبعا. انا استسلمت لفكره سلبيه، او استسلمت المشاعر قويه كانت عندي، تراكمات ذكريات، حاجات كتيره جدا، بس انا غرقت. والغريب ان كلنا بنحس باحساس الغرق ده. الدنيا ضلمت قدامي ومش عارف اتصرف. الغرق ده بيستمر لفتره، اتمنى ان تكون قصيره. اللي انا وانت كنا بنتكلم فيه المرحله الرابعه، مرحله الريكفري، التشافي. التشافي مهم، بس كمان والتشافي بيحصل بشكل او باخر، ساعات بيحصل كامل او ساعات بيبقى unresolved. يعني الحياه بتمشي، فانا ببدا حده المشاعر تقل، لكن انا ما رتبتش المشاعر والافكار والمواقف وما فهمتهاش كويس، فببقى عرضه انها تهاجمني بعدين. بالظبط. فمش دايما التعافي او التشافي بيحصل حتى لو انا ما بقتش غرقان، او ما بقتش لسه مش مخنوق، او الدنيا مش مظلمه حواليا، بس انا ما ساعدتش نفسي في مراحل التعافي او التشافي. ومرحله التشافي مهمه جدا. احنا مش عايزين الناس توصل انها تطلع من الغرق، الموقف ينتهي، المواقف كلها بتنتهي. المهم اللي بعد كده. هي دي النقطة، ان التعافي كل اللي بيحصل في حياتنا ممكن يكون في 70 أو وخصوصا الحوادث والحاجات الكبيرة اللي بتحصل في حياتنا، الماضي احنا مش مسؤولين عنه، بس التعافي ورحلة المستقبل أنا ليا فيها اختيارات كتيرة قوي. أنا عجبني قوي الكلام ده، لأن هقول كلمة غريبة جدا. ما حدش فينا بيحب يبقى في اللورود، يبقى تحت المية ويعدي في المواقف ديت. لكن لو أنا فهمت نفسي وفهمت اللي بيحصل إيه، والمواقف الصعبة دي أدت للتشافي ليا والأولادي، يبقى أنا استفدت من الموقف دوت. وعلشان كده التشافي عبارة عن رحلة وبيمر بمراحل كتير عايزين نقولها. أول حاجة إن أنا أخد بالي من الموقف اللي أنا فيه، وبعد كده أبدأ أخد بالي من الرابط ما بين الموقف والمشاعر، أو الموقف القديم اللي المشاعر دي شالته للموقف الجديد. يعني من أول حاجة إن أنا أعترف إن الموقف ده حصل. لازم مدام وفاء تقول أنا اتعصبت على بنتي وتعترف بده، وبدل ما أنا أبدأ ألوم أحط اللوم على حد تاني، أنا محتاج أفهم ليه ده حصل. حكاية إن أولادي هم اللي نرفزوني، أنا ليه اتنرفزت؟ يعني أنا اتنرفزت. فكرة إن أنا اتنرفزت لأني مجهدة، لأنه آخر اليوم كل ده وارد، مقبول. بس ما في أوقات تانية كتيرة قوي أنا بتعامل بطريقة مختلفة. فأول حاجة بعترف إن الموقف ده حصل ومش هو ده كانت رغبتي. وتاني حاجة زي ما قلتي إن أنا بحاول أشوف المحفز اللي حصل الموقف ده، إيه الإيشوز، إيه العلاقات، المواضيع اللي لسه ما اتحلتش، إيه الذكريات، إيه الجروح اللي لسه مكشوفة من الماضي. وبعد كده أبقى kind to myself. أنا محتاجة أكون لطيفة مع نفسي. إزاي؟ لا أغرق في فكرة إن أنا أحسس نفسي بالذنب والعار، وإزاي أعمل كده وإزاي أتصرف مع بنتي كده، ولا إن أنا هيف مشاعري والموضوع ما كانش مستاهل. لا، اللي هو أنا عارفة إنك بتحاولي، أنا عارفة إنك بذلتي مجهود كبير طول اليوم، أنا عارفة إنك بتحاولي تحلي، أنا عارفة إن أنتي بتحبي بنتك. وحتى لو أنا مش راضي على الموقف، أكيد مش راضي عن مشاعري، إن أنا أعرف إن دي مشاعري وليها سبب. فكل مشاعر ليها سبب بالطريقة ديت. وإن أنا أفتكر حاجة بفكرها كتير للناس اللي بيتعاملوا معايا، أنا أكيد مش أحسن واحد في الدنيا، بس برضو أكيد مش أوحش واحد في الدنيا. كلنا لينا ميزات ولينا أخطاء، وأنا لازم أقبل نفسي بالاتنين، فأبقى كايند لنفسي، أبقى حنين على نفسي، رؤوف لنفسي. وده اللي هيدينا الطاقة اللي بعد كده لرحلة العلاج أو رحلة التعافي. لأن لو أنا بشجع نفسي هقدر أكمل، لكن لو أنا بحبط نفسي وبلوم نفسي هيبقى بالزبط. الموضوع أصعب. بالظبط. وآخر حاجة فكرة إن أنا أحاول أحط الصورة على بعض وأركبها. وفي حاجات كتيرة جدا ممكن تساعد الناس إنها تحط الصورة على بعض. في ناس بتحب تكتب، لأن الكتابة بتدي مساحة للأفكار إنها تطلع برا عقلي وأشوفها قدامي. في ناس بتحب تحكي حد تكون بثق فيه، هيساعدني إن أنا أرتب أفكاري ومشاعري وأحط المواقف مع بعض وأشوف إيه الشبه فيها.
او ان انا اطلب حد متخصص يقدر يساعدني في ان انا افهم نفسي وافهم ليه بحس المشاعر ديت في الاوقات ديت، او ليه بتصرف التصرفات دي في اوقات معينه. بالظبط. في رحلة التشافي اتفقنا أنا وإنتي إن أنا أعترف بالموقف الصعب اللي حصل، وإن ده ما كانتش رغبتي، إن أنا أبدأ أحط إيدي على الأشياء اللي حصلت في الماضي، الأشياء اللي لسه فاضلة بدون حلول، إن أنا أبقى لطيف مع نفسي وأعرف إن أنا لا أحسن واحد ولا أوحش واحد، أنا إنسان عادي، أقبل نفسي، أشجعها. ورقم 4 إن أنا ما يأسش بسرعة وأعرف إن التشافي رحلة. ورقم 5 كتر شغلي على الموضوع دوت خليني أحط الصورة كلها على بعضها. فالنهاردة اتكلمنا على حاجة مهمة قوي، إزاي إن أنا أتعامل مع المواقف اللي بكون فيها بغرق، بكون في اللو رود. ورسالتنا إن حتى المواقف الصعبة دي هي فرصة للتشافي، لو قدرت أتعامل معاها بطريقة سليمة هتساعدني وتساعد أولادي، وتمنع إن المشاكل ديت تتنقل من جيل لجيل لجيل، عشان نعيش في سعادة وفي صحة نفسية سليمة. نشوفكم الحلقة الجاية. في فوق المية وتحت المية عاوزين نشرح إن في مواقف بتحصل كل يوم في حياتنا بتستفز فينا مشاعر قديمة متخزنة في اللاوعي، وده بيحدد ردود أفعالي اللي ممكن تكون عنيفة مع مشاعر قوية غير مناسبة مع الموقف. وده ممكن يحصل بالتدريج أو فجأة، والسبب إن ردود الأفعال بتكون ناتجة من العقل البدائي مع صعوبة في الوصول للمراكز الإدارية في العقل المسؤول عن موازنة الأمور بوجود بدائل سليمة. الاستراتيجية بتركز على إزاي نتعافى من ردود أفعالنا. رقم 1 أخد بالي من المواقف المتكررة في حياتي أو لما تكون ردود أفعالي حادة ومبالغ فيها. رقم 2 أدور على أنماط التكرار في المواقف المشابهة وعلاقتها بالرواسب القديمة، سواء ذكريات، أفكار أو علاقات. رقم 3 أكون حنون وصادق مع نفسي من غير نقد أو اتخاذ مبررات لسلوكي. رقم 4 أفكر نفسي أن التعافي رحلة بتحتاج وقت ومجهود مني. رقم 5 أشتغل على أنني أتصالح مع الذكريات والأفكار، يعني أتصالح مع نفسي.